حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ زي ما اتعودنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، واعملوا لايك للفيديو ده وشير كتير علشان تشوفوا كل جديد عندنا. ويلا بينا نبدأ المسلسل. بتبدأ حلقتنا في دار ايتام يونهاي، وبنشوف الطفل ده وبنعرف ان اسمه جو، والعيال دول بيتنمروا عليه وبيضربوه، وبتيجي البنوتة دي تزعق لهم وبيكون اسمها شين، وبتقومه وبتقدم له اكل وبتعرفه انهم اتنمروا عليه علشان ملوش صحاب، ومن دلوقتي هي صاحبته. وبعدها بفترة بيكون جو هيسيب الدار، وبتسأله شين هيعرفها لما يكبروا، فاداها ميدالية عروسة وقال لها هعرفك من خلال العروسة دي، وبيبص لها وبيمشي وبتغني له أغنية مؤثرة وبتعيط. وبعد كام سنة بنشوف جو بيكون ماسك الميدالية وبيقول يا ترى انتي فين وبقيتي عاملة ازاي دلوقتي، وبيدخل المساعد وبيعرفه انه عارف اخبار عن الآنسة شين، فبيفرح وبيسأله متأكد، فبيعرفه انها عايشة هنا وكانت معاه في دار الأيتام، وأبوها اسمه فينج وأمها مو. فبيمشي والمساعد بيسأله عن المشروع، فبيقول له الغيه، وبيطلب منه يتعاون مع شركة فينج ب10 مليار هدية لحبيبته. وبعدها بيكون في العربية وماسك الميدالية وبيوعد نفسه انه هيخليها اسعد واحدة في الدنيا ويعوضها. وبنشوف شين وهي بتجهز شنطة هدومها وبتبص للميدالية وبتحضنها، وبنروح عند فينج وهو بيقول لمراته ان الدنيا بتمطر بره وما ينفعش يطردها، وبتفكروا انها بنتهم بالتبني وبنتهم الحقيقية رجعت ولازم يمشوها. فبيرد عليها انها بالنسبة لها كانت غالية ودلوقتي عايزة ترميها، وبتعرفوا ان بنتها الحقيقيه رجعت ولازم تعوضها. فبيسالها هي بالنسبه لك لعبه ترميها وقت ما انت عايزه؟ فبتقول له ايوه. فبيسالها اقول للناس ايه بعد ما زيفنا التحاليل؟ فقالت له قول ان النتيجه كانت غلط وهنرجعها لاهلها. وبنروح عند شين وبتجيلها بنتهم سو وبتسالها لو خلصت، وبتطردها وبتطلب منها تدي اهلها الادويه في ميعادها. فبتسالها الحربوقه انت هتخافي على اهلي اكتر مني؟ وبتمشي شين وبتلاقي صوره ليها معاهم، وبتمسكها وبتيجي سو بتحذرها ما تقربش منهم تاني، وبتعرفها ان كل العز ده لازم يكون ليها. فبتطلب منها تاخد الصورة علشان دي الوحيدة ليها معاهم، فبترفض وبتيجي تضربها، بتقع وبتتخبط. وبتيجي مو وبتسألها عملت ايه في بنتها وازاي اتجرأت تأذيها، وبتضربها. فبتعرفها شين ان هي اللي عملت كده، لكن سو بتقول ان هي كانت عايزة تحتفظ بالصورة وشين وقعتها. وفينج بيقول لها ده جزات انهم ربوها. وشين بتسأل مو ليه اتغيرت معاها، فبتعرفها ان بنتها رجعت وهي بديل بنتها. وبيرن موبايل فينج وبيعرفهم ان السيد جو هيتعاون معاهم وجاي لهم دلوقتي. فبيفرحوا وشين بتحس ان اسمه مألوف ليها بس مش بتكون فاكره، ومو بتتكلم ان بنتها وش خير عليهم عكس شين عامله زي البومه. وبيعرفهم فينج ان سبب الزياره بنتهم، فبتسالها مو لو تعرفوا، وبتقول لها انها مش فاكره. وبتيجي شين تمشي بتوقفها سو وبترمي فازه قدامها، وبتعرفها انها اذتها وعايزه تمشي. فبترد ان هي ما قربتش منها، فبتطلب منها الحربوقه تقلع الشوز وتمشي. ومو بتعايرها انها ربتها، فبتعرفها انها من النهارده ملهاش علاقه بيهم. والحربوقه بتستخدم حيله على انها هتساعدها وبترمي فازه، وشين بتمشي وهي منهاره وبتتجرح في رجليها. ومو وسو بيكونوا مبسوطين، وفي الوقت ده بيوصل جو بيشوفها وبينادلها، وبتكون هتفقد الوعي من النزيف. فبيشيلها وبيطلب من المساعد حقيبه الاسعافات، وبيدخل وبيعالج لها جروحها، وبتحس انه مألوف بالنسبه لها. وفينج بيرحب بجو، فبيزعق له وبيساله ازاي عامل بنته كده، لكن بتعرفه مو ان دي بنتها، وبتقدم له سو. فبيفرح وبيسالها لو فاكراه، فبتعرفه انها مش فاكره، وبيطمنها انه مش ناسيها وهيعوضها. وبيشاور على شين وبيسالهم مين دي، فبترد مو انها بنتهم بالتبني. وبيلاحظ الدم على الارض، فبتعرفه مو ان ده دم بنتها وشين وقعتها. فبتتكلم شين انها ما عملتش كده، وسو بتتظاهر وبتعرفهم انها مش زعلانه من اختها. ومو بتطلعها كدابه، وبتسال سو ليه حنينه عليها. وجو بيتكلم انه كان مع سو وعمرها ما كدبت، وبيطلب من الحرس يطلعوها بره. وبيدخلوا اهلها وبيبعدوهم، وبيقولوا لشين انهم اهلها وامها بتناديها باسمها. وجو بيستغرب وبيحضنوها، وانا هنا عيط. وجو بيسأل ليه اسمها شين، فبترد مو انهم سموها على اسم بنتها. وام شين بتسألها ليه دوختهم عليها، وبتعرفها انهم باعوا كل املاكهم واهلها ماتوا من زعلهم على فقدان حفيدتهم. فبترد مو ان بنتهم اللي اتربت منهم. فبتعيط شين وبتعرف اهلها انها بتحبهم، وبيطمنوها انهم مصدقينها. وبيعرفوا مو ان اخلاق بنتهم مش كده، ومو بتوريهم ان بنتهم عورت بنتها. وجو بيعرف سو انه هيحميها، ومو بتعرفهم انه اغنى راجل وهيحبس بنتهم. فبيركعوا وبيتوسلوا لها، فبتوافق مقابل انهم يضربوا نفسهم بالقلم لحد ما تسامحهم، وبيضطروا يسمعوا كلامها. وجو بيطلب من مو تسيبهم، فبتقول له ما يتخدعش بيهم لانهم زي التعبان وممكن يلدعوها. وبتطلب من اهلها يركعوا على الازاز بدل ما تسجن بنتهم، ومن خوفهم على بنتهم بيوافقوا وبيتجرحوا. وشين بتحاول تقومهم، والحربوقه وامها بيكونوا فرحانين،
وبتقع العروسة من شين، وجو بيفتكر وهو صغير وبيقول لنفسه ان دي اللي بيدور عليها، لكن سو بتاخد العروسة وبتقول لشين قلتي انك مش بتكدبي وعديناها، ليه خدتي العروسة بتاعتي بقى؟ فردت عليها شين انها بتاعتها وبتطلب منها تديها لها، فبتوافق. وجو بيسألها ليه هتديها لها، فعرفته ان من صغرها مش بترفض لحد طلب وبتكسر العروسة. وشين بتسألها ليه تكسرها، وبتمثل سو انها زعلانة على العروسة، وجو بيعرفها ان كلهم شافوا انها ما كسرتهاش. ومو بتقول سهل تتغير البلد لكن الطباع لا، واهلها بيعرفوا جو انهم هيدفعوا ثمنها، فبيرفض وبيطلب منهم يمشوا. والمساعد بيعرفه انه يقدر يعمل خطوبته على الانسة سو، فبيسألها تتجوزيني، واهلها بيوافقوا وهي بتوافق، وبيطلب من اهلها يعيشوا في بيته، وبيعرفهم انه وعد نفسه لما يلاقيها يعوضها. وابو شين بيسألهم عن انه يمشي، وجو بيطلب من شين تلبس الشوز، فمش بتكون قادرة وبيلبسها لها وبيمشوا. وبيطلب من المساعد يوصلهم علشان المطر، وبيعرفوا انه حاسس بانها مألوفة، وبيطلب منه يعرف معلوماتها. والمساعد بيطلع يوصلهم، وفينج بيعرف جو انهم هيحضروا للخطوبة من دلوقتي، فبيطلب منه ما يشغلش باله. وبيعرف سو انه كان معاها في دار ايتام يونهاي، وان كل طلباتها اوامر، وبيستأذن علشان يروح شركته وبيمشي. وفينج بيسألهم لو سمعوا اللي جو قاله، فردت عليه مو ان شين هي اللي كانت في دار الايتام، فبيقول لها مش مهم، المهم ان بيدور على بنتنا، وبيطلب منها تساعد بنتها لتحضير الخطوبة وبتوافق. وبنروح عند شين ومامتها بتعتذر لها انها سابتها تعاني، وابوها بيعتذر لها عشان معرفش يحميها، فبتطمنهم انها بتحبهم وحبهم ليها احلى حاجة في حياتها، وبتوعدهم تعيشهم حياة احسن. وبتكمل انها عاشت في دار ايتام يونهاي. والمساعد بيسألها لو كانت فيها فعلا، فبتقول له ايوه، وبيعرفها ان السيد جو والانسة سو كانت فيها، وبيسألها لو تعرفهم، فبترد انها كانت صغيرة، وبتسأله لو فاكرها كدابة، فبيقول لها لا، وبتطمنه انها مش هتجيب سيرة رئيسه، وبتطلب منه ينزلها هنا، وبتنزل هي واهلها. والمساعد بيكلم جو بيعرفه ان الانسة شين كانت معاه في دار الايتام اللي كان فيها، فبيقول له انه ما يعرفهاش وما يهموش لانها كدابة. والمساعد بيعرفه انه هيحقق ويبلغه، وبيكلم واحد وبيطلب منه يحقق في الموضوع علشان لو البنت اللي بيدور عليها طلعت غلط هيروحوا في داهية. وبيعرفه ان خطوبة السيد جو كمان شهر ولازم يبلغوا قبلها، وبيقفل معاه. وبعدها مو بتروح لسو بتعرفها ان هي وابوها لقوا اتيليه كويس، فبتعرفها انها هتروح اتيليه يوان لي. ومامتها بتسالها ليه، فعرفتها ان شين شغاله هناك وعايزه تخليها هي اللي تنظم لها كل حاجه حتى الفرح علشان توريها انها تتجوز راجل كويس. وبتكمل كلامها انها اتصلت بجو وهتقابله بعد ما تخلص. وبعدها بنشوفهم وهم في الاتيليه، وبتكون شين هناك، ونائب المدير اللي اسمه يو بيرحب بيهم وبيسال لو دي العروسه، فبتعرفه ان اسمها سو، وبتشاور على شين انها عايزاها تخدمها، فبيعرفها يو انها جديده وما عندهاش خبره، وكمان شغاله في الريسبشن وعندها اصابه في رجليها. فبتساله سو لو ما سمعش اللي هي قالته وانها عايزاها تخدمها. ومو بتعرفه انها خطيبه السيد جو، فبيخلي شين تشوف طلباتهم. وبتيجي وسو بتسالها نزلت شغل اكيد بسبب ان اهلها فقراء، فبتقول لها احترمي نفسك. ويو بيطلب منها تعتذر للانسه شين، فبتعرفه ان هي اللي غلطت في اهلها. وبتتكلم سو ان حتى لو ضربتها ملهاش انها تتكلم ولازم تستحمل، وبتمثل انها هتمشي. لكن يو بيهدد شين تعتذر بدل ما يخصم لها المرتب. وموظفه تانية بتيجي ويو بيطلب من سو تقعد تغير الشوز وتختار الفستان، فبتطلب منه ينادلها، وبيخلي شين توطي غصب عنها، لكن الحربوقه بتدوس على ايديها، فشين بتزقها ومو بتضربها بالقلم، وبتسال بنتها لو بخير. والموظفه بتعرفها ان الانسه سو برقبتها. ويو بيزعق لشين وبيعتذر لسو، وبيطلب منها تختار فستان، وبيهدد شين انها لو مش عاجبها تمشي وملهاش فلوس عنده. فبتفتكر وعدها لاهلها انها هتعيشهم عيشه كويسه. وبعدها يو بيعرف سو ان الفستان جميل عليها بس محتاج دبوس، هو بيطلب من شين تروح تجيبه، وبتيجي تركبه لها. سو بتزقها وبتسالها لو عاميه، وبتعرفهم انها شكتها، ومو بترشها بالميه، وبتسال بنتها لو بخير، فبترد انها بعدتها بسرعه. ويو بيعتذر، فمو بتساله لو اسف دي كفايه. وشين بتعرف سو انها بعدت عنهم، وبتسالها ليه مصره تعمل لها مكيده كل شويه، فبتعرفها انها هتنتقم منها. ويو بيهددها انه هيطردها ومش هيخليها تعرف تشتغل في مكان، فبتعرفه سو قبل ما يطردها تدفع ثمن الفستان اللي قطعته. والموظفه بتقول انهم شاهدين، فبيتكلم يو انها تتصرف وتخلي اهلها يدفعوا. وسو بتقلل منها انها فقيره، وبترد عليها انها مش خايفه من خطيبها، فبتعرفها ان خطيبها بيصدقها حتى لو كذبت. وفي اللحظه دي بيدخل جو بيقرب منها وبيسالها مالك، فبتعرفه انها كويسه. ومو بتساله لو سمع حاجه، فبيقول لا وانه لسه جاي. وبيشوف شين وبيسال هي ليه هنا، فبيرد يو انها موظفه عنده. وبيسال سو لو كانت عارفه انها شغاله هنا، فبتقول له ايوه انا عايزاها تسترزق وهخليها تنظم لنا الفرح. ومو بتعرفه انها عورت بنتها بدبوس الفستان، فبيسالها انت كويسه، وبتطمنه انها بخير. ومو بتعرفه انها عملت كده علشان رجعوها لاهلها،
فبيطلب من سو يمشوا، ويو بيطلب منهم فرصة للأتيليه وهو أصلا طردها، فبتطلب منه يسيبها علشان تعوض خسارة الفستان، ومن جواها بتتوعد لها. فبترد شين إن هي ومامتها ممثلين، وجو بيعرفها إنها كدابة وبتتظاهر بالشفقة، فبتسأله لو مش بيركز في كلام سو أسلوبها وشايف إن هما بيتصنعوا، فبيعرفها إنه واثق فيها. ويو بيضربها بالقلم وبيسألها إزاي تكلمه كده، فبتعرف جو إن سو مش البنت اللي بيدور عليها، لكن مو بتعرفه إنها كدابة. وسو بتقول لها عارفة إنك بتغيري مني ونفسك تتخطبي له، بس ده النصيب. فبيرد جو إنها بتحلم، وبيطلب منها يمشوا، وبيشوف رسمة للشمس وبيسأل شين إزاي رسمتها. فبتقول مو إنها علمتهم الرسم، وبتتكلم إنها ما علمتهاش حاجة وهي فعلا مش فاكرة كتير، وبتطلب من مو إنها ترسمها طالما هي اللي علمتها. فبتتظاهر إنها تعبانة وبتعرفها إنها ندمانة على تربيتها ليها. وسو بتروح تغير، وقبل ما بتمشي بتعرف يو إنهم هينظموا للفرح، وبيقول شين إنهم هيخلصوا تجهيز الفرح وهيخلي المدير يشوف موضوع الفستان، وبيمشي وهي بتعيط. وبعدها جو بيوصلهم وبيعرف مو إنها لو تعبانة ممكن يوديها المستشفى، فبتطمنه إنها كويسة وكانت متعصبة بس. وسو بتسأله عن الرسمة، فبيعرفها إنها رسمتها له وحبها، وبتقوله لو كده هرسم لك كل يوم. وبيضحكوا فبيستأذن يمشي، وبالليل يتعشوا سوا. ومو بتطلب منه يسرعوا في موضوع الخطوبة عشان نفسها تفرح بأحفادهم، فبيطمنها وبيمشي. وبعدها سو بتسأل أمها ليه اتكلمت في الجواز، لأن في حاجات مش جاهزة، فعرفتها إنها مش مرتاحة للي حصل النهاردة، وممكن جو يكتشف إن البنت اللي بيدور عليها مش هي. وبتسألها سو ليه بتقول كده، فبتفهمها إنه دقق في الرسمة وهي ما بتعرفش ترسم. فبتسألها يعني شين هي اللي بيدور عليها، وبتقول لها أيوة، وعشان كده طلبت منه يسرع في الخطوبة. فبتطمنها سو إن يوم الفرح هتخلي جو يسجن شين بنفسه. وبيجي الفرح وبتكون شين موجودة، ويو بيسأل الموظفة عن الترتيبات، فبتطمنه إن كل حاجة تمام، وبتوريه جهاز تحكم، فبيعرفها إن الموضوع ده لو تم الآنسة سو هتدي كل واحد منهم 200,000. فبتفرح الموظفة، وبينادوا لشين وبيتنمروا عليها، لكن بيدخل مساعد جو وبيعرفها إنه كان هيبعت حد يجيبها علشان فكرها مش جاية في صف سونج. وتشين بتسأله يقصد إيه، فبيقول لها مفيش، وبيطلب منها ما تمشيش علشان احتمال حاجة تحصل. ويو والموظفة بيخمنوا إن سو بعت المساعد عشان الخطة بتاعتهم. وبعدها المساعد بيكلم المحقق وبيسأله لو في أخبار نتيجة التحليل، عشان خلاص الفرح النهاردة ولازم النتيجة تكون النهاردة. فبيعرفوا إنه هيعمل اللي عليه، وبيسألوا المساعد لو اتأكد إن الآنسة شين من دار الأيتام، فبيقول له إنه هيحقق ويبعت له على طول، وبيقفل معاه. وبيجوا أهل شين وبينادوا لها، فبتسألهم هم هنا ليه، فبيعرفها وو إن هو اللي كلمهم. وبتتكلم الموظفة إنهم هنا علشان يدفعوا ثمن الفستان اللي اتقطع، والمدير عرف واتضايق ولازم تدفع ثمنه النهارده بدل ما تتسجن. فبتقول لها شين إنها ما بوظتش حاجة، وحتى لو كده يكلموها هي لأن أهلها ملهمش دعوة. ومامتها بتطمنها إنها مش هتتخلى عنها، وأبوها بيعرفها إنه مستعد يعمل أي حاجة علشانها وهيدفع. والموظفة بتسأله لو هيدفعوا فعلا، فبترد أم شين إن هم هيبيعوا أي حاجة ويدفعوا، بس ما تحرجش بنتها. فبيطلب منه يو يوقع على الورقة دي، وأمها بتعرفها إنهم يعملوا أي حاجة علشانها، فبتحاول تمنع أبوها بس بيمضي. وبيطلب من يو ما يتكلمش مع بنته تاني. وبيدخل فينج، ومو بتسأل إيه اللي جاب الفلاحين دول هنا، والناس بتقول إنهم أكيد من صحاب جو. وواحد بيقول إنها بنت عيلة فينج بالتبني ورجعت لأهلها. وفينج بيسأل شين ليه جابتهم ولو مش عارفة المناسبة اللي عندهم، فبترد مو إنهم أكيد جايين ياكلوا ويشربوا، لكن أم شين بتعرفها إن كان في مشكلة واتحلت وبيكونوا هيمشوا. وشين بتقرر تروح معاهم، ويو بيعرفها إن ما ينفعش تمشي. فبتسأله ليه مش وقعوا على الورقة زي ما هو عايز، فبيعرفها إنها موظفة الحفلة ولو حصل حاجة مش هيعرف يتصرف، لكن أهلها بيطلبوا منها تشتغل وهم هيمشوا. وفينج بيعرفهم إن الحفلة هتبدأ، ومو بتعرفه يسيبهم علشان يشوفوا فرح الأغنياء، وبتطلب من الحارس يراقبهم وما يخليهمش يعملوا مشاكل. ومقدم الحفلة بيقدم العرسان وبيقول إنهم لايقين على بعض، وبيسأل جو لو عايز يقول حاجة للعروسة، فبيقول إنها أحلى حاجة في حياته وبيتمنى يكون معاها لآخر يوم في عمره. والمحقق بيرن على المساعد وبيعرفه إن في حاجة غلط في التحليل، فبيطلب منه يتأكد ويبلغه. ومقدم الحفلة بيسأل العروسة لو عايزة تقول حاجة، فبتبص للموظفة ويو وبتتقدم خطوتين. والموظفة من خلال مفتاح التحكم بتوقع النجفة، وجو بيبعت سو وبتعرفه إنها خايفة، فبيحضنها وبتضحك ضحكة خبيثة كده. والناس بيقولوا إن ده قتل بالعمد. وجو بيسأل مين منظم الحفلة، ويو بيشد شين من إيديها وبيعرفهم إنها هي. وجو بيقول لها أنت تاني برضو، فبترد إنها امبارح كان معاها العامل وكل حاجة كانت مظبوطة. ومو بتعرفها إن الحقيقة واضحة. وفينج بيقول لها أنت كدابة، وبيسألها كان إيه هيحصل لو بنته ماتت. وسو بتعرفها إنها قصده. وواحدة من الموجودين بتقول إن لحسن الحظ العروسة حضنت العريس. وواحد بيسأل ليه عملت كده، والتاني بيرد إنها أكيد غيرانة عشان السيد فينج كان متبنيها. فبترد شين إنها ما عملتش كده، لكن مو بتكدبها. وفينج بيعرفها إنها ما
عندهاش قلب وندمان انه رباها، واخرتها عايزه تموت بنته. فبتقول له انها ما عملتش كده واتاكدت من الديكور مع العمال، ومامتها بتعرفهم ان بنتها ملهاش في كده، وابوها بيقول انها لو في ايديها تاذي حد عمرها ما هتعمل كده. فبيرد جو انها توكسيك وكدابه، وهم بعاد عنها بقالهم فتره وما يعرفوش اخلاقها، وهو متاكد انها مدبره الحادثه دي وهو شاف بعينه. ومو بتعرفه انه لازم يحبسها، وسو بتقول انها اكيد مش قصدها، والناس بتقول انها لطيفه، وجو بيعرفها انه المره دي مش هيسيبها، وبيطلب من الحرس يحبسوها، وبيجوا ناحيتها لكن اهلها بيركعوا وبيتوسلوا له يسيبها، ومو بتطلب منه يحبسهم. فجو بيعرف اهلها انها لازم تتحاسب، وبيسال المساعد لو ما سمعش، فبيرد عليه ان ده اكيد فخ. وسو بتطلب منه يسال العامل، وبتقول في سرها انها دفعت له فلوس، فبيوافق يجيب العامل وبيستأذن من جو يوصل اهل شين. وبيبص في الموبايل وبيعرف جو ان الضيف المهم وصل، فبيطلب منه يقابله ويوصل اهلها. وام شين بتعرفه ان بنتها مظلومه، فبيطمنها انه هيدور على الحقيقه، واهلها بيطمنوها انهم مصدقينها. ومقدم الحفله بيرحب بمدير الدار ايتام يون هاي، وبيكون اسمها تشانج. ومو بتسال جوزها لو سمع، فبيقول لها ايوه، وبتكون خايفه جو يكتشف ان شين هي اللي بيدور عليها. وفينج بيسالها في ايه، فبتعرفه انهم لعبوا في التقارير بتاعه التحاليل. وسو بتكون قلقانه، فبيعرفها جو انها مديره الدار اللي كانوا فيها، وبيرحبوا بتشانج، وبتدخل مع كذا طفل من اطفال الدار، وبتبارك لجو، فبيشكرها على حضورها، وبيطلب من سو تيجي تسلم عليها. وبتقول لها تشانج انها اتغيرت عن زمان، فبتسلم عليها، وجو بيعرفها باهلها، وبيشكروها على تربيتها لبنتهم. وجو بيسالها عن الاطفال، فبتعرفوا انهم اطفال الدار، وبيشاور لهم، فبيبتسموا له. وتشانج بتعرف سو ان الاغنيه اللي غنتها بقت مشهوره في الدار وعايزاها تغنيها هي وجو، فبترد الحربوقه انها مش فاكراها. ومو بتلحقها وبتعرفهم ان الفرح هيبدا، وجو بيفكرها انها غنتها له لما ساب الدار، وبيقول لها لما غني هتفتكريها. وبيغني، وشين بتبص له، واهلها بيعرفوها ان اللحن ده في دار الايتام عندهم، وبتفتكر لما اداها الدميه وغنت له الاغنيه دي، وبترجع للواقع بتقول ان هو، وبتفتكرها وبتغنيها له، وبيسالها جو عارفاها منين. ومو بتلحق الموقف وبتعرفه انها حفظتها لها، فبيفتكر انها كانت معاه في نفس الدار. وتشانج بتساله عن اسمها، فبتعرفها شين بنفسها. وتشانج بتساله ازاي اسمها على اسم مراته، فبيقول لها تشابه اسماء. فبتعرفه انها فاكره ان في الدار ما كانش فيه غير بنت واحده اسمها شين. وبيتصدم، وشين بتقول له انت ما عندكش عقل، وبتعرفه ان هي اللي بيدور عليها. وبتطلع له العروسه، وبتفكره انه قال لها لو ما عرفناش بعض هعرفك من الدميه. ومو بتعرفه انها بتخدعه وكدابه. والمحقق بيكلم المساعد، وبيعرفه ان النتيجه ظهرت، فبيطلب منه يبعتها له. وبيعرف فينج انه السبب هو وبنته. وجو بيساله يعني ايه، فبيعرفه انه خلى المحقق يدور في السر، وعرف ان سو مش بنت فينج، ولعبوا بالتقارير، وشين هي اللي صح، وسو ما كانتش في دار الايتام اللي كان فيها ولا حاجه. وبيوريه التقارير، فبيعرفهم جو انهم كدابين، وبينهار، وبيقول لشين انت اللي بدور عليها، وكنت بساعدهم يتنمروا عليكي وعلى اهلك. وبيفضل يعتذر، فبتعرفه انه كان ضحيه، وامها بتقول له ان ابنهم وابوها بيعرفوا انهم بيحبوه. وشين بتساله بيعمل ايه عنده، وانها استنته 16 سنه ومديون ليها بحضن، فبيحضنها وبيوعدها انه مش هيسيبها. والناس بيباركوا له انه لقى حبيبته، وبيهزقوا فينج. ومو بتعرفوا انهم مش لاقيين بنتهم، فبيطلب من الحرس يخرجوا الاطفال، وبيعرفهم انهم كدابين. وحتى لما جت الست تشانج مكملين في كذبهم، وعلى رسمه الشمس قالت انها علمت بنتها. وسو بتعرفوا انها عملت كده علشان بتحبه وكانت هتموت النهارده. وجو بيسال المساعد لو لقوا العامل، فبيعرفوا انه قال ان الانسه شين اللي امرته يعمل كده. ومو بتساله لو سمع، وشين بتعرفه انها ما عملتش كده، فبيطمنها انه مصدقها. وفينج بيعرفه انها كانت هتقتل بنته، فبيتكلم انه كان معاها ودي مش اخلاقها، فبتعرفه مو انها هتسجنها. والمساعد بيعرفهم انه ما خلصش كلامه، وبيقول حسيت ان في حاجه ودورت ورا الحقيقه وعرفت ان حد اداله رشوه. وجو بيساله مين، فقالوا الموظفين في الاتيليه. وشين بتعرفه ان يو قال لها ما ينفعش تمشي، واتاري كان مخطط. فجو بيسالهم لو عارفين العواقب، فبيركعوا بيعرفوا انهم غلطوا، لكن جو بيطلب من الحرس يطلعوهم بره ويضربوهم. فبيعرفوه ان الانسه سو عطتهم رشوه. ويو بيقطع الورقه، والموظفه بتقول انها وعدتهم لما الصفقه تتم تدي كل واحد 200,000. وسو ومو بيكذبوهم، وفينج بيقول ان بنته مش كده، لكن يو بيطلع الدليل اللي معاه وبيسمعهم كلام سو في فويس نوت واتفاقها معاه. والناس بيقولوا عليها شريره. وفينج بيسال بنته لو عملت كده فعلا، فبتعترف، وبتسال شين هي ليه احلى منها واتجوزت راجل غني، وبتعرفها انها تتمنى تقتلها. فبيعرفها جو انها عملت كده علشان شين قلبها ابيض على عكس سفرها هي، وبتحقد على الناس اللي احسن منها. وبيطلب من الحرس يطلعوها بره، فبتتوسل له يتجوزها عشان بتحبه. فبيعرفها انها عقربه وهو قرفان منها، وكان بيعاملها كويس عشان انتحلت شخصيه حبيبته. ومو بتتوسل له ينقذ بنتها، فبيسالهم لو فاكرين عملوا ايه في اهل شين وانهم مش بني ادمين، وبيعلن انه قطع علاقته بيهم وهيلغي التعاون مع شركتهم. لكن مو بتتوسل لهم يسامحوها، وبيفضلوا يضربوا نفسهم
وسوب تتوسل لشين تسيبهم يعيشوا، فبتعرفها ان كل اللي همها منظرها، وبتعرف جو انها مش عايزه تشوفهم، وبتطلب منه يسيبهم يمشوا، فبيديهم مهله 3 ايام يبيعوا ممتلكاتهم ويسيبوا المدينه، فبيوافقوا وبيمشوا، وبيعرف يو والموظفه انه مش عايز يشوفهم فبيمشوا، وبيطلب من شين تديه فرصه تانية يوفلها بوعده ويكون من عيلتها ويبقى هو ابو عيالها، فبتوافق وبيحضنها، ومقدم الحفله بيعلن جوازهم وبيلبسها خاتم الجواز وهم مبسوطين. والحكمه اللي طلعنا بيها من المسلسل ده ان الخير عمره ما بينتصر على الشر، ولازم كلنا نسعى ورا الخير وما نتنمرش على حد. ولحد هنا بيخلص المسلسل. سلام.